مش هاطلب منِّك حاجة عشان عارفة إنِّك خلاص تعبتِ، مش هاطلب منِّك حاجة عشان عارفة إنِّك خلاص زهقتِ، بس هاريّحِك وهاقول لِك على شوية حاجات ما تعمليهاش. قلّلي من سقف توقعاتِك شوية، بلاش توقعاتِك تكون عالية، حتى لو لأقرب الناس ليكِ، عشان ممكن يحصل موقف وساعتها السقف هيُقع عليكِ. تاني حاجة بلاش مقارنات. لما تقعدي على السوشيال ميديا وتلاقي في ناس لابسة أحسن لبس، وناس بتاكل أحسن أكل، وناس بتسافر أحسن أماكن، ساعتها هتقولي لنفسك أنا ليه مش أحسن؟ خلوا بالكوا إن الناس على السوشيال ميديا بتنزل أسعد لحظات حياتها، ما هو محدش هينزل خيبته. الحاجة التالتة، ما تسيبيش يومك يمشي زي ما يمشي. من أول ما تصحي من النوم وتوضبي سريرك وتغيري هدومك، حطي خطة ليومك. يعني قولي أنا النهاردة هعمل كذا وهعمل كذا، واختاري حاجات تكون مفيدة ليكي ولصحتك النفسية. خلي الابتسامة دايما على وشك. قولي كلمة حلوة لكل حد هتقابليه، ساعتها هتحسي بطاقة إيجابية تكملي بيها يومك وتكملي بيها حياتك. الحاجة الرابعة والأخيرة، بلاش تأجلي. لما تنوي إن انت عايزة تعملي حاجة اعمليها على طول. بلاش يا جماعة من يوم السبت هبدأ دايت، من الأسبوع الجاي هنزل الجيم. لأ، حاجة عايزة تعمليها خدي الخطوة على طول، وبلاش تأجلي. لو الموضوع عجبكم سيف وشير، وأتمنى متابعتكم.